السلام عليكم متابعين الصفحة تاعنا وين ما كنتم، مرحبا بكم كاملين. إذا لا دات تاع اليوم راهي 21 سبتمبر 2025. 21 سبتمبر 2025 سعر الأورو اليوم في الجزائر وفي بعض المناطق الشرقية كاين مناطق مازال ما فتحش فيها السوق، يعني السوق اليوم راه حابس تقريبا خلاص تاع الأورو. لذلك فراح تلقى واحد السعر ستوندار هكذا اللي موجود في معظم الولايات، اللي هو إذا حبيت تبيع 100 أورو اليوم راح يشريو عليك تقريبا حوالي 2,630 ألف. هذا هو السعر اللي راهو يمشي بزاف، وممكن تلقاو 2,625. إذا حبيت أنك تشري عليهم 100 أورو يبيعوا لك حوالي 2,640 ألف تقريبا. هذا هو السعر اللي تلقاوه في معظم الولايات. فيما يخص أسعار الدولار راهو 2,270 ألف ولا 2,280 ألف تقريبا. هذوما الأسعار اللي تلقاوهم بزاف. إذا حبيت تشري 100 دولار تلقاه تقريبا 2,310 آلاف ولا 2,320 ألف تقريبا. هذا هو السعر. فيما يخص الذهب راكم تلاحظوا باللي راه يطلع ويهبط خاصة الأيامات هذو هابط شوية في السوق العالمية مش في الجزائر. لذلك فالناس باش ما تخلطش الهضرة تاعي، أنا نتكلم على السوق يطلع ويهبط في العالم، لأنه في الجزائر ماهوش راه يهبط، ماهوش راه يهبط. لذلك فالناس اللي حابة تستفاد من الذهب لازم تفهم النقطة: الذهب ماهوش أورو ولا دولار قال الناس نشري اليوم ونبيعه بعد شهر، أو خطأ. الذهب معمول للاستثمار على المدى الطويل، على الأقل من على عام عامين، يعني نورمال مينيموم عامين الذهب تقدر تبيعه وتستفاد منه. أما الناس اللي تفكر باش تبيعه بعد 3 شهور 4 شهور، ممكن تستفاد، ممكن يطلع وتستفاد منه، ولكن الذهب مخدوم للاستثمارات بعيدة المدى أو المتوسطة. أما الأمور القريبة يعني تستفاد منه قريبا هو الذهب هو الأورو ولا الدولار ولا الأموال، هذوك العملات الورقية اللي تقدر تستفاد منهم وتقدر تبيعهم. فيما يخص العقارات يا أمين تقول علاش ما تقولش العقارات؟ بون جماعة، العقار استثمار مليح، ولكن لازم نفهموا حاجة: العقار لازم تشريه في بلاصة يتباع ويتشرى فيه بسهولة. رغم هذا العقار ثقيل في البيع، يعني كي تحتاج تحصل باش تبيع صعيبة شوية، يعني تطول شوية، تستغل مدة في البحث وفي النشر. لذلك فالذهب يتباع لك، الأورو يتباع لك، الدولار يتباع لك، أما العقار صعيب شوية يطول لك، يعني كي تحتاج تحصل. لذلك فكاين فروقات في الاستثمارات على المدى البعيد. وزيد إذا كان الذهب الاستثمار تاعو على عامين فما فوق، العقار يا جماعة الاستثمار تاعو على الأقل 5 سنين 10 سنين. لذلك فانت دير حسابك انت على واحد تشري باش تبيع على عام ولا عامين. اذا خير الذهب. اذا شفت راك بلي تخبي اموالك افضل بالاورو، عمله صعبه تحتاجها في اي وقت، ولا عندك فامي ولا زماقره الهير، تقدر تستعمل الاورو تخبيه مليح، تخبي شويه في لابنك وتخبي شويه عند روحك، ولا تخبيهم كامل اذا كان عندك ثقه وامان في البيت تاعك وخزنه مليحه ولا مكان مليح ما كانش مسترقه ومنه مليح تخبيه. هذا مكان. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.